هذا هو العصير تاع زرودية اللي حضرته. نقول لكم ديليسيو ليسيتو تشربوه الصحة. نلقاكم عليه. سلام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نحضر لكم عصير تاع الزروديه. درت 5 حبات تاع زروديه، قطعتهم قطع صغار، ومن بعدها درت عليهم لتر ونصف تاع الماء، ودرت معاهم عصير تاع، ديري معاهم عصير نص الكاس عصير تاع الليمون، وانا درت معاهم حبه تاع كامله درتها طابت معاهم، ومن بعدها ديري معاهم نص الكاس تاع السكر، ومن بعدها نقص لها حيك ونخليها طيب على هواها حتى من طيب نخليها تبرد. دروك انا راهي طابت لي، دوك نخليها تبرد. دوك الزرود غادي هاد الزروديه اللي طابت لي، وغادي ندير معاها نص الكاس تاع الليم، وندير معاها وديري معاها 2 علب تاع يايو تاع بنكهه المشماش ولا بنكهه الخوخ، وديري وغادي نشوفها الا حلوه. الا كانت حلوه ما غاديش نزيد السكر. دروك انا درت الزروديه تاعي راهي باش نطحنها. دوك ندير العلبه تاع العيش، مادام نزكيها باليايوت، مادام تجي فيها واحد البنه دير فيها 3 4 تجيك بن فيها بنه، وندير العصير تاع البرتقال. يعني هذاك الماء اللي طيبت به ما غاديش نزيد الماء، والسكر غادي نشوفها لا جات حلوه ما غاديش نزيد السكر، هذاك السكر تاعها اللي طابت به وصافي. نرجع بالصمش. دروك صاي العصير راه جاهز، وغادي نقدم لكم على طاوله التقديم. هذا هو العصير تاع زروديه اللي حضرته. نقول لكم ديليسيو ليسيتو تشربوه الصحه. نلقاكم عليه. سلام.